إنا لله وإنا إليه راجعون. أطفال البراءة التي تختطف ثم تقتل على أيادي بشرية شرسة تتجرد من الإنسانية كليا. نعم، لا دمعة أم تشفع عندهم ولا صراخهم يدمي قلوبهم. لا نعرف ماذا يفعلون بهم، ربما اغتصاب ثم تعذيب ثم شرب دماء وبعدها رميهم أشلاء بدون رحمة في أماكن مجهولة أو ربما على الطرقات. من الفاعل ومن المستفيد؟ وماذا ستفعل الدولة الجزائرية حيال ذلك؟ أطفالنا هم أجيال المستقبل، فعلينا حمايتهم من المجرمين الذين نجهل هويتهم ولا نعرف إذ ما كانوا مختلين عقليا أو جماعة سرية تمارس طقوسها في الكتمان. اليوم رحلت نهال وغدا لا نعرف من. معا كي لا تنتهك الطفولة والبراءة. لا إله إلا الله. مع تحياتي ولحين سارة.